هذا سائل يقول جاري يؤذيني ماذا أفعل؟ قال لك هذا وصل جاره ماله حنس والعياذ بالله، حنس حي يفدون معه في الساحة تاعو، والرجل عنده أطفال وحرام عليك وش درت؟ والله غير حرام عليك جارك. قال عليه الصلاة والسلام لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع يا اللي رميت حنس في الجنان تاع جارك وفي الصحين تاعو، قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. ما يدخلش الجنة مع الأولين اللي ما يأمنش الجار تاعو البوائق تاعو. البوائق المشاكل الهمو دائما عنده حاجة، مرة قابل لاشينيول يتقبلوا في الحيط، مرة يطلوا على داره، مرة يرميلوا الزبل قدام باب داره، مرة ما يخليش يرقد. كيف ما يخليش يرقد؟ وجارنا ما شاء الله نهار يجي يزوج وليده يدير لنا قيطون فوق السطح الله يبارك مرحبا بيه واش عليه، ويجيب لنا مغني، ويبات الشاب وجغللو للوحدة تاع الليل، الشاب وجغللو يقدم لكم الأغنية الفلانية، والحومة قاع ماشي راكدة، اللي مريض ما قادر يرقد، الطالب اللي يقرا غدوة من داك ما قادر يرقد، خدام لازم ينوض بكري ما قادر يرقد، أعجوزة ما قادر ترقد، شيخ ما قادر يرقد، رضيع مزيود ماشي قادر يرقد، قاع بايتين يلعنوا فيه ويتسخطون عليه وهو فرحان راح يزوج وليده. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا تأذي جارك، ما تجيب لا شاب وجغل له يغني لك ولا حتى واحد، دير عرس شرعي محترم مبارك يرضى عليه ربي ويرضى عليه الجيران تاعك ويدعوا لك بالخير. قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفاش أنه يحرم عليك تأذي جارك، قال لك لا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. إكرام الجار، تكرمه، تحسن إليه، تقوم معاه، توقف معاه في الشدة وفي الرخاء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. آمين والحمد لله رب العالمين.